يا شيخ لا خلي بالك بشوي. نقول لك حاجه، لا تتفرج عليه انت. لا بعيد 1% من الشغل اللي انت. أمواج الصحراء أجمل من أمواج البحر. كانت هذه كلمات جروب طرابلس اللي جو لزيارة جنوبنا الحبيب. شو رايك في الرقيه والنزله؟ كانت هذه أول رحلات سياحية اللي قامت بتنظيمها منظمة الرمال الذهبية للشباب الليبيين الراغبين بزيارة جنوبنا الحبيب. وكان لازم أن أي حد يزور الصحراء لأول مرة يرقوه لأعلى نقطة وينزلوه منها. الله يبارك. ها الشيخ شوف بالله منظر السمحة تبارك الله. فعيون الشباب لم تخفي انبهارهم بجمال الصحراء. هنا رحلة تجميع الحطب مع يوسف عبد الجليل، وقفنا باش نديروا غدانا. للأسف ما فيش حد صورني باش نوريكم منين اللي درت التحفة الفنية. أول ما تمينا غدانا مشينا للبحيرة اللي يالانا اسمها بحيرة أم الماء. اختمنا اليوم الأول بزيارة بحيرة أم الماء ورجعنا لجرمة لرؤية الآثار والمناطق الأثرية. قلت لكم أمي عندكم حليب. لا عندي يوغ. لا لوغ عندنا لوغ. ويبي تدلع يا كيدهم. لا وبدينا ثاني يوم في نفس المكان ولكن بأكلة جديدة وزبور الرز، لأننا أبدع في الرز. يطيح بالنص، يطيح واقف. تمينا غدانا وخدينا برمتنا في الصحراء وجينا لمكان مبيتنا اللي قريب من بحيرة كبرعون. بدينا وتولي عشان رقيعي منور عشاوي رقيعي. وضيوفنا الكرام شدوا خيمتهم واحنا شدينا الخلاء. ايوه. كم ست نفر؟ هذه 9 بالمرتاح. هذا في واحد والله مكانها. والله واحد لا أنا راقد برا. لا والله ما تجي. وبجديات كانت رحلة من أجمل الرحلات. كانت جميلة في التنظيم وأجمل في الجروب. والله تحية والله لكم كلكم شباب ونورتونا، وإن شاء الله تعيدوها مرة ثانية وخليكم مع باقي الرحلة. حكمة شكرا. تفضل قال لي كلمة. كل ألم بالإصرار والعزيمة يولي أمل. بطني وجعتني. اتني بطني وجعتني. اتني لا نعرف نتني ركبة. اتني لا نعرف نتني ولا نعرف كيف. الحمد لله نعرف ندعي. حفرة. وميزة من ميزات الصحراء تخليك تكتشف مواهبك المدفونة وتعرف السبب اللي خلاك تدفنها. خلاص شوي شوي. توكلنا لبحيرة قبرعون بعد الجلسة الشعرية. منظر كلمة واحدة. جمال. مذهل. مدهلات. شكرا. نور يا سلطان نور. القناتير الرصاصية حاضرة حتى في قبرعون. وللعلم أن بحيرة قبرعون مياهها كبريتية وفيها علاج لعدة أمراض جلدية منها الصدفية. معروف ان بحيرة قبرعون دائما ساخنة، فيكون سطح الماء مسقع بتأثر بحرارة الجو، اما السطح الداخلي فدائما حامي. مرحبتين بكم مرحبتين بكم، انستونا وان شاء الله استمتعتوا وتكون رحله مميزه ان شاء الله مع الشباب، ورب يحفظهم الله عز ما رفقنا، وشباب ما شاء الله زي الورد والله. تحيه خاصه للشيف تميم طبعا، تحيه خاصه والله. والسيد الكباب الشيخ. صور سيد المكرونه محمد طبعا. ربي يبارك في الجميع والله، قمت القدر الحق. نورين يا شباب والله يعز ما خلطنا كويس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الرحلة كانت موفقة وممتعة جدا، وبرفقة الكباتن وإخوتنا من المنطقة الغربية من مدينة طرابلس طبعا والزاوية. وطبعا الرحلة هذه كانت تشمل جولة على مجموعة من البحيرات بدأت بمناتي ومندرة وأم الماء وقبرعون، وطبعا بقيادة غروب وشركة أم الرمل للرحلات الصحراوية بارك الله فيهم، يعني كانوا ممتعين جدا.
وبارك الله في الجميع، وإن شاء الله نتمنى أن السياحة تزدهر وتعود وترد الحياة السياحية للمنطقة الجنوبية كيف قبل وأحسن. وهذه الرحلات هذين كل منهن نعتبروا فيهن دعم لعودة السياحة في المنطقة الجنوبية، وبارك الله فيه. اول شيء اللهم صل على سيدنا محمد. بارك الله فيكم لشركة من الرمل على الرحلة الجميلة هذه. أول مرة نزور بحيرة هما من درعا وأم الماء وقبر عون والمناظر الصحراوية هذه أول مرة حق، مع أني أنا من الجنوب لكن المناظر هذه كانت بحيرات كانت أول مرة نشوفها حق. والله أصعب الشيء أن نعرف أن البحر صعب، لكن طلوع الصحراء هي الأصعب. والله حق لمنة حق. شكرا لسيق ولعوض ولقائدنا محمود ولمحمد سلطان والشباب كل مقصوص والزعيم يوسف قيادة نتاعنا. ربي يحضر إن شاء الله على كل شيء، على الترتيب وعلى الضيافة ما قصرتوش حق. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. نحب نشكر اخونا يوسف وشركة ام الرمال على هذه الرحلة الجميلة جدا، وبارك الله فيكم على حسن الضيافة والكرم الضيافة، والرحلة كانت أكثر من ممتعة، وإن شاء الله ربي يزيد بإذن الله العام الجاي مع تميم بإذن الله. هذا أخوي تميم. باسم قائد الرحلة تميم ديب. نحب نقول أنا إنسان صريح، الجماعة كلها كانت خايفة وقلت لهم مش حتنساها ومش حينساها، رحلة مميزة ممتعة، الجروب كله الله يبارك. أنا كده خواف فهذه حاجة معروفة، لكن تبارك الرحمن سجمنا متعة ماكلة دهوير سواقة، حاجة نتفرج عليها في الأفلام، عشنا في الطبيعة. بارك الله في كل واحد في هذه الرحلة. شكرا. الحمد لله على سلامتكم يا شباب، وإن شاء الله رحلة موفقة، وسامحونا كان بدار مننا أي غلط من غير مقصر يعني ولا شيء، ونتمنى لكم العودة إن شاء الله، والحمد لله على سلامتكم. منور عن قبر عون باك اعطونا كلمه في رايكم في البحيره، الناس اللي عامل في ناس ما خشتش البحر وصلت عندنا قالت وكانت هذه نهايه الرحله الاولى وبدايه الرحلات القادمه، وان شاء الله نشوفوا جروب جديد ومجموعه جديده في زياره جنوبنا وصحراءنا الحبيبه. والسلام عليكم ورحمه الله، ودمتم في امان الله. فتها لينا وكانت تجربة مميزة ورائعة. منور محمد سلطان، بارك الله فيك. منور.